السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صديقاتي المتابعات. اليوم جبت لكم شطيرة البيض. هاد الشطيرة تعلمت على واحد الشيف. هاد الشيف خدم في الايطالي. هاد الوصفة نورمالمون ايطالية، علمها لي. درتها لدارنا. بنتي بكري ما كانتش تحب البيض، ولكن كي درت لها هاد الشطيرة وبلعتها يعني كلخت لها، قلت لها روحي شوفي كيفاش نديرو شطيرة البيض. درت لها فيها الفرomاج من داخل وقدمتها لها، عجبتها بزاف بزاف. تما ولات تقولي ديما ماما ديري لي شطيرة البيض، ولا تسميها هكذا شطيرة البيض. يعني من هذاك النهار اللي درتها لها ولات تسميني انا شطيرة البيض. دونك ديروها لولادكم، راح تعجبهم بزاف بزاف. ما نخليكم تشاهدوا الوصفه بعد صلاه السلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. اذا المكونات راني كتبتهم باش ما نكثرش بلا بلا بلا. دونك هذه هي الوصفه. سلام. ملاحظة صغيرة فقط، الوصفة الأصلية فيها شوية فلفل كحل وثوم مهروس وشوية ملح فقط. يعني هاد ما حبيتش ندير ثوم مهروس وما نديرش فلفل كحل باسكو هاد العقدة تاع الثوم فيها حبات فلفل أسود وفيها شوية عكري حار. هاد الشطيرة درتها ليا، ولكن بنتي ما تاكلش الحار. نتوما ديروا ثوم مهروس في بلاصة هاد الثوم. اذا وصلتوا لهنا ومازال ما درتوا جيم، ديروا جيم. حبيت نفكركم فضلا وليس امرا، اذا عجبتكم شطيره البيض ما تبخلونيش باشتراك ومتابعه وفعلوا زر الجرس. شكرا على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.